بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتملى مع بعض إملاء عن الفلاح. حضر معايا يلا ورقة وقلم، اسمعني كويس واكتب وأنا إن شاء الله هصححها لك. نكتب كده في نص السطر الفلاح. أول السطر يا ولاد، أول السطر نكتب يذهب 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 الفلاح الفلاح كل صباح صباح إلى الحقل الحقل اعمل لي فاصلة. ويزرع كمان مرة. ويزرع الأرض ويسقي الزرع. تاني الزرع. الزرع. أعمل فاصلة. ثم يجني الثمار كمان مرة. الثمار لنا أعمل نقطة، أكتب من أول السطر الفلاح نشيط ومجد يبقى آخر جملة الفلاح نشيط ومجد. تمام كده يا ولاد؟ يلا بينا نكتب الفقرة دي ونشوف فين عندي المدود، فين عندي الشدة، فين عندي التنوين. الحاجات دي هتفرق معاك جدا 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 وهتحسن قدرتك على الإملاء إن شاء الله. يلا بينا. بص معايا كده يا ولاد، أنا قلت إيه في الأول؟ يذهب يذهب. أنا في بعض الأحيان مش هشكل، خلاص أنت المستوى التاني، يعني أنت بقيت بتسمع الكلمة وبتعرفها لوحدك. طب أنا ضعيف في الإملاء، عندك مستوى أول 30 فيديو، خد واحد واحد وإن شاء الله هتتحسن وتبدأ تشتغل من المستوى التاني. تمام؟ يلا. يذهب اللام القمرية فلاح
فلا فلا. وقفت عند اللام مرتين. سكنت اللام وحطيت عليها فتحة. لا، الفلاح. كل خلي بالك هنا حرف القاف والكاف كتير بنتلخبط فيهم لما نسمعهم. افرقهم ازاي؟ اسمع معايا وقول لي. الكاف عليها فتحة والقاف عليها فتحة. الكاف عليها ضمة والقاف عليها ضمة. الكاف عليها كسرة والقاف عليها كسرة. اسمع كده وانت تعرف. ك قو ك قا. تعال ناخد الفتحة الأول مع بعض. ك قا ك قا. دي حرف الكاف تحسها خفيفة. قا جاية هنا من عند زورك. تمام. ك قا. طب تعال نشوف الضمة. كو 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 كو. تحس هنا ان هي جايه من عند زورك حرف القاف. طيب تعال بص عند كي قي. شفت الفرق؟ كي قي كي قي. ك قا كو كو كي قي. شفت الفرق؟ انا بقول لك كل كو كو، ما بقولكش قو قو. الثانيه قل هو الله احد في الايه الكريمه. كل شفت الفرق؟ كل. تمام كده. طيب كل ايه؟ صا باح حن. هنا في مد وممدود وقلت ان استحدت زي الجرس كده تررين تررين. دي تنوين بالايه؟ بالكسر. تمام. طيب يلا بينا. قلت اعمل لي فاصله. اللي بعد كده ويزرعون. ويزرعوا. ألف ولام. لام قمرية. الأرض. يسقي. أي قف أهي. ويسقي. في ألف وقمت نطقت ازاي الزاء من الألف للزاي. يبقى هنا في لام يا ولاد أنا مش واخد بالي منها، هي اللام الشمسية. أكتبها بس ما بنطقهاش. أنا نطقت من الألف للزاي. طب أعرف ازاي الزاء؟ أعرفها ازاي؟ شيل الألف هقول زرع بادئة بالزاي. يعني أنا لو كتبت هنا اهو كلمة الزارعة الزرع. طيب أعرف ازاي الشمسية؟ أنا ما تكتبهاليش كده زرع اهو، ما تكتبهاليش كده غلط. طب أعرف ازاي إن هنا في لام؟ شيل الألف. شيلنا الألف. زرع. يبقى الكلمة الأصلية بادئة بحرف الزاي مش بادئة بحرف الألف. يبقى الألف دي جنبها لام بتخدعني هنا اهو، اللام الشمسية. فتخلي بالك وأنت بتكتب. أنا مانيش عارفة يا ترى هي في الكلمة هنا في لام مستخبية ولا في الكلمة نفسها. شيلها يا حبيبي اهو. زرع هي نفسها كلمة الزرع هي بادئة بحرف الزاي. تمام. يبقى هنا اللي عندي اللام شمسية. وعرفت كمان ازاي؟ وقفت عند الزاي وفتحتها لأن اللام الشمسية تحب الشدة بعديها. وقفت عند الزاي اهي. الزاء وفتحتها. الشدة عبارة عن حرف بيتكرر معايا 2 أول سكون. لو عليها شدة بالفتح يبقى تاني، يبقى الحرف التاني أفتحه أهو. وقفت على الزاي وحطيت عليها سكون وبعدين فتحتها لأن أنا عندي شدة مفتوحة. ريعة. تمام كده؟ طيب. ثم وقفت عند الميم 2. ثم وقفت عند الميم وبعدين ما نطقتها مفتوحة على طول شدة مفتوحة. ثم يجني.
يجني. يجني. ساكن ومسكون انطقهم الاتنين مع بعض، والمد والممدود انطقهم الاتنين مع بعض. يجني ايه؟ الثمار. امشي معايا واحده واحده كده. من الالف للثاء. وقفت عند الثاء، وبعدين وقفت عند الثاء ونطقتها كمان بالكسره. يبقى انا عليها شده مكسوره. وقفت عند الثاء والتاء يبقى شده مكسوره نطقتها اتنين، اولها سكون وتاني واحده فتحه ضمه كسره. خلاص طالما نطقت الحرف اوله سكون وبعدين سواء اي فتحه بقى او كسره او ضمه جنبه يبقى شده مفتوحه مكسوره مضمومه. وعرفت ازاي ان هنا في لام مستخبيه عشان الالف ووراه بعديها شده على طول. يبقى هنا في لام عندي. الثمار. تمام كده؟ طيب لو شلت الالف واللام كده، وانطقتها ثمار. كلمه مفهومه بادئه بحرف الثاء، يبقى الالف واللام دي عندي اضافه. يبقى الالف واللام دي الف واللام التعريف دخلتها على الكلمه فبدات هنا عندي اللام الشمسيه. اوعى تكتبها لي كده غلط. تمام كده؟ يلا بينا ناخد الجزء اللي بعد كده. كلمه لنا ويجني الثمار. لا حطيت نقطه. قلت لك ابدا معايا من اول السطر. قلت لك ايه بعد كده؟ قلت لك الفلاح. نكتبها تاني. شي النون عليها فتحه. شيت هنا مد بالياء. هنا انا عندي مد بالياء. عرفت ازاي؟ الكسره زادت حركتها. الشين عليها كسره تبقى شي. طب هنا الكسره زادت حركتها شي، يبقى هنا مد بالياء. تنوين بالضم. الفلاح نشيط و جد يعني الدال وقفت عليها اتنين، عليها سكون. وبعدين تنوين بالضم. يبقى هنا اهو جد ومجد. تمام كده؟ لو انت كتبت الفقره دي بالمنظر ده تبقى ما شاء الله عليك 10 على 10. طيب انا دلوقتي اتلخبطت في كلمه ما، سواء كانت بالمد بالالف واللام الشمسيه ولا حاجه. اكتب الكلمه دي 3 مرات وراجع قبل ما اخد الاملاء الجديده. تمام؟ نراجع يا ولاد على الاملاء القديمه قبل ما اخد الاملاء الجديده. يبقى تعالوا مع بعض نراجع الفقره بتاعتنا. بتتكلم عن الفلاح. يذهب الفلاح كل صباح ويزرع الارض ويسقي الزرع ثم يجني الثمار لنا. الفلاح مضمه عشان المبتدا نشيط ومجد. تمام؟ اتمنى الفقره تكون سهله بالنسبه لكم، وتابعوني ان شاء الله. هناخد حاجات كتيره جدا، فقرات كتيره املاء ان شاء الله تتحسن فيها وتبقى ان شاء الله شاطر فيها جدا. ولو كنت انت بتتابعني لاول مره فاضغط على الجرس وفعله عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه باذن الله. السلام عليكم.